كيف تكون قوي الشخصية؟ أولا، دعونا نحدد ما نعنيه بالشخصية القوية. إنها مجموعة من القيم والأخلاق والمعتقدات التي توجه أفعالنا وقراراتنا. إنه أساس من نحن كأفراد. امتلاك شخصية قوية يعني أن نكون صادقين مع أنفسنا وأن نعيش بنزاهة وصدق ولطف. لا يتعلق الأمر بالكمال، بل يتعلق بالسعي لفعل الشيء الصحيح وتقديم مساهمات إيجابية للعالم. فكيف نبني شخصية قوية؟ هذه 5 نصائح. اعرف قيمك أولا. ما هو المهم بالنسبة لك؟ ما هي القضية التي تقف من أجلها؟ يمكن أن يساعدك تحديد قيمك الأساسية في اتخاذ قرارات تتماشى مع معتقداتك ومبادئك. من المهم أن نكون صادقين مع أنفسنا بشأن ما نقدره، وأن نكون واضحين بشأن ما سنقبله وما لن نقبله. ثانيا، ممارسة الصدق. الصدق هو حجر الزاوية في الشخصية القوية. من المهم أن نكون صادقين مع أنفسنا ومع الآخرين حتى عندما يكون ذلك صعبا. يمكن أن يؤدي الكذب أو حجب المعلومات إلى تآكل الثقة والحاق الضرر بالعلاقات. بدلا من ذلك، حاول أن تكون منفتحا وصادقا في جميع تعاملاتك، واجتهد في أن تكون موثوقا وجديرا بالثقة. ثالثا، ابحث عن تحديات جديدة. غالبا ما يعني بناء شخصية قوية الخروج من منطقة الراحة الخاصة بنا وتجربة أشياء جديدة. يمكن أن يساعدنا هذا في النمو كأفراد وتطوير مهارات ونقاط قوية جديدة. قد يكون الخروج من منطقة الراحة الخاص بنا أمرا مخيفا، ولكنه قد يكون مجزيا بشكل لا يصدق. لذلك لا تخف من تجربة شيء جديد ومعرفة أين تأخذك الحياة. رابعا، كن لطيفا. يعد إظهار اللطف والرحمة للآخرين جزءا أساسيا من بناء شخصية قوية. من المهم معاملة الآخرين باحترام وتعاطف حتى عندما تكون تختلف معهم. يتضمن ذلك مراعاة مشاعر الآخرين واحتياجاتهم ووجهات نظرهم. يمكن للأعمال الطيبة الصغيرة أن تقطع شوطا طويلا في بناء شخصية قوية وعلاقات إيجابية. خامسا، تحمل المسؤولية. الشخصية القوية تعني تولي المسؤولية والمساءلة عن الاختيارات التي نتخذها. من المهم أن نعترف عندما نكون مخطئين وأن نعوض الأمور عند الضرورة، وهذا يتطلب التواضع. الاستعداد لتحمل أخطائنا يعني أيضا تحمل المسؤولية عن سعادتنا ورفاهيتنا، وعدم لوم الآخرين على مشاكلنا. باتباع هذه النصائح يمكننا البدء في بناء شخصية قوية ونصبح أفضل نسخة من أنفسنا. يستغرق الأمر وقتا وجهدا، ولكنه يستحق ذلك. تذكر أن الشخصية القوية هي أساس حياة مرضية وذات مغزى، يساعدنا على أن نكون صادقين مع أنفسنا وأن نكون ذو تأثير إيجابي على العالم. شكرا للمشاهدة، وآمل أن تكون هذه النصائح مفيدة. إذا كان لديك أي أفكار أخرى لبناء شخصية قوية، يرجى مشاركتها بالتعليقات أدناه. دمتم سالمين.